عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، في هذا الفيديو ان شاء الله غنعطيكم طريقتي السهلة والمبسطة في عمل الكونفيتور في الدار، يعني كونفيتور ديال الفريز ان شاء الله غنديرو في هذا الفيديو. بالنسبة لهذا الكونفيتور كيجي لذيذ بزاف، ويعني خالي من الجيلاتين او المواد الحافظة، يعني طبيعي 100%. بالنسبة للمقادير ديالو كنحتاجو له 500 غرام ديال الفريز اللي ديجا انا غسلته ومسحته. يعني بالنسبه للغسيل ما تخليوش بمده طويله في الماء، لانه كيتشرب هذاك الماء وكيجينا الكونفيتور عامر بالماء بزاف. يعني من الاحسن غير تشلوه وتمسحوه تمتم بالبابي هكذا، ولا شي سربيته اللي تكون نقيه. بالنسبه لنص كيلو ديال الفريز كنديروا له نص كيلو ديال السكر سنيده. انا كنخدم السكر سنيده عادي، ما يحتاجش السكر الخاص بالكونفيتور ولا شي حاجه، غير سنيده كتكون كافيه. الوغ اول حاجه كنديروها كنقيو الفريز. يعني كناخدو غير هاد الراس هذا كنقلعوه بهذه الطريقه. ممكن نخليوه هكذا حبات كبار، وممكن تقطعوه دي مورسو هكذا على 4 بهذه الطريقه. ناخذ هنا الاناء ونحطو صافي. كنستمروا هكذا في نفس العمليه حتى كنقيو كاع الفريز اللي عندنا، وكنفوتوا البقيات المراحل. صافي من بعد ما سالينا التقطاع ديال الفريز كنحطوا عليه السكر. كناخذوا واحد المعلقه كنحركوه مزيان. صافي دابا من بعد ما خلطناه مزيان كيبدا داك الفريز كيتشرب هذاك السكر. كنحطوه فوق النار على نار مهيله حتى كيبدي يعني كيطيب كيغلى، وكيدير واحد الرغوه. هذيك الرغوه كنتخلصوا منها، كنخليوه كيعقد مزيان حتى كيبان لكم الكونفيتور عقد. انا كنظن كيدي ديك 20 حتى نص ساعه ديال الوقت. هذيك الساعه كنفوتوا معكم الباقي المراحل. كنبقاو كنحركوه هكذا مزيان باش ما يلصقش لينا السكر، وباش هذاك الفريز كيطلق الماء ديالو. ضروري من العافيه تكون مهيله، ما كنجهدوش عليها. ملي كيبقى يغلى كيف كتشوفوا كتبدا كتجي لنا هذه الرغوه هذه، كنتخلصوا منها. نقلعوا كاع هذه الرغوه اللي الفوق، وكنزيدوا نخليوه مازال عادي يطيب حتى كيتغير اللون ديالو كيعقد. عاد كنقدروا نطفيو عليه. اوكي دابا كنفوتوا المرحله ديال التعقيم ديال القراعي اللي غنخدموهم. الوغ كناخذ واحد المرميطه كندير فيها الماء اللي هو ديجا مغلي. كناخذ القراعي اللي غنستعملهم وكنحطهم في هذه المرميطه غير بلاتي. صافي كنوضعوه هكذا وكنحطوا شويه فوق النار واحد المده ديال 5 حتى ل 10 دقائق حتى كيبدا يغلي هذا الماء مزيان. عاد كنقلعوهم وكنحطوهم فوق واحد السربيته اللي هي نقيه. من بعد ما كتفوت المده ديال 10 دقائق صافي هاد القرعه كتكون مزيانه. غنخرجها نخليها نقطرها من الماء وكنوضعها مباشره فوق واحد الزيف، واحد السربيته اللي هي نقيه. كنقلبها هكذا وكنخليها نفس الشيء. كندير لهاد الغطا ديالها كنقلعوه حتى هو، يعني باقا سخونه. نحاول غير بلاتي صافي. وكنخليوها حتى كتنشف القرعه مزيان. نفس الشيء غنديروا القرعه الثانيه هكذا. كنوضع حتى الغلاف صافي وكنرجعوا نفس العمليه. كنديروا له واحد المده ديال 10 دقائق ومن بعد كنخرجوا كنحطوه فوق السربيته وكنخلي القرعه تنشف من الماء. صافي دابا من بعد ما غلى عندنا الكونفيتور كيكون هذا هو الشكل ديالو. كناخذوه هكذا وهو سخون، كنبداو نحطوه في القراعي اللي ديجا عقمناهم ونشفوا من الماء. كنبداو كنخويو هكذا.
كنحاولوا اننا القرعه نعمروها مزيان، كنقفلوا عليها مزيان وكنقلبوها مباشره هكذا باش هذيك السخونيه كتهبط لتحت، ما كيضيعناش الكونفيتور. صافي كنخليوها هكا واحد المده ديال 2 حتى ل 5 دقائق، عاد كنقدروا نقلبوها وكيمكن لينا ديك الساعه نستعملوا الكونفيتور. بالنسبه للاحتفاظ بالكونفيتور ممكن توضعوه غير في البلاكار هكذا وهو مسدود، يعني ما كيضيعش. وإلا حليتوه يعني ضروري ما تحتفظوا به في الثلاجه، شي حاجه عاديه. وممكن كذلك تحتفظوا به حتى في الكونجيلاتور، ماشي مشكل. سيرتو هاد يعني الكونفيتور اللي كيندار في الدار كيبقى يعني ما كيقساحش نهائيا في الكونجيلاتور. واخا كتحطوه فيها كتجبدوه من كتحتاجو، كتحطوا يعني المقدار اللي نتوما محتاجين له، كترجعوا كتسدوه وتحطوها عاود مره اخرى في الكونفيتور، فما كيضيعش نهائيا. الوغ نحطوه هكذا ونخليوه واحد المده ديال 2 حتى ل 5 دقائق كيف ما قلت، عاد ممكن نقلبوه. من بعد ما كيبرد الكونفيتور كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيف كتشوفوا كيجي معلك وكيجي يعني رائع في المذاق، خالي من المواد الحافظه من الجيلاتين، يعني طبيعي 100%. في الفيديو القادم ان شاء الله غنوريكم طريقه تحضير الكونفيتور ديال الليمون وطريقه تحضير الكونفيتور ديال التشين. نتمنى ان شاء الله تعجب لكم الوصفه ديالنا ديال اليوم وتجربوها. شكرا على حسن المتابعه، ما تنسوش الاشتراك معايا في القناه، والى وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.